السلام عليكم. أهلا بيكم في المصطبة. وده مش الفيديو رقم واحد، إنما ممكن نقول إن الفيديو ده مقدمة واحد، وإن شاء الله هيكون فيه مقدمة اتنين وممكن تلاتة. طبعا بعد التفاعل الضعيف على الفيديو الدعائي، وده لأن أصحابي كلهم كاريزما وأغلبهم بيكسل يعمل لايك أو شير، بس عادي أنا هبقى أفكرهم المرة الجاية. أنا جاي النهاردة في عجالة أديلك هدية في دقايق، ومش جاي أقولك اعمل لايك واشتراك، لأن ده مش أساسي النهاردة، إنما أساس النهاردة هدية ليك. اعتبرها وحدة بونبوني من أخوك، وكل فيديو جديد للمصطبة إن شاء الله هيبقى فيه فايدة جديدة، وأقل فايدة هتاخدها معانا وإنت على المصطبة هي المتعة. أوعدك بمحتوى ممتع وفي نفس الوقت مفيد لحدود السمع. أنا حابب جدا إننا نكون أصدقاء وإن مصطبتنا تكبر، لكن أنا متفاهم جدا إن العلاقة دي عشان تبقى موجودة لازم يكون في مصلحة في النص. وعشان كده أنا عمري ما زعلت من قلة تفاعل مع أي محتوى، لأن في ناس كتير شايفة إن ملهاش أي مصلحة من التفاعل مع المحتوى أو حتى إنها تكون معانا على المصطبة. بس أنا عايز المصطبة تكبر بيكم وعلاقتنا تبقى أقوى، فدليل على صدق كلامي وسلامة نيتي وعشان يبقى ليك مصلحة معانا، خد مني النهاردة أول هدية. بما إني جبت سيرة المصالح، خلينا أديلك قاعدة تمشي بيها في حياتك وتحطها قدام عينك دايما وإنت بتبني علاقة مع أي حد. القاعدة بتقول: المصالح غذاء العلاقات. يعني أي علاقة بين اتنين لازم يكون فيها مصلحة، وده مش عيب على فكرة. العلاقة يعني طرفين أو أكتر بينهم تواصل بشكل ما، والتواصل ده نقدر نقول عليه خط وصل بين نقطتين بيوصلهم ببعض، نقطة بداية، ودايما هي بتكون وجود الطرف التاني للعلاقة. والطرف التاني ده ممكن يكون شخص أو حيوان بتربيه، وبتبدأوا تمشوا بالعلاقة دي ناحية أهداف العلاقة، سواء كانت الأهداف دي مشتركة أو مختلفة بس في نفس الاتجاه. وبتبقى العلاقة دي ليها شكل أو نقول عليها ليها درجة في قلب وعقل كل طرف من الاتنين. ممكن نقول غلاوة، حب. بس لو قلنا إن الحيادية في العلاقة هي منتصف الدرجات، يبقى أقصى درجات الحب هي العبادة، وأقصى درجات الكره هي العداوة. لو موضوع العبادة والعداوة ده مش جايب معاك وعايز فيه استفاضة، اكتب لي في التعليقات ونبقى نتكلم فيه في أي قعدة مصطبة جديدة لوحدها. المهم إن أي علاقة بأي شكل وبأي وصف لازم يكون فيها طرفين على الأقل، ولازم مصلحة تجمعهم حتى لو ما كانتش المصلحة باينة. خلينا نضرب مثل نقرب الفكرة. مصطبتنا الجميلة دي، واحد معدي لقانا بنقول كلام حلو وقعدتنا حلوة، هيعمل ايه؟ طبيعي هيقول لما اقعد معاهم اتعرف، يمكن استفيد حاجة. راح عامل لايك واشتراك وعمل شير عشان يجيب حبايبه يقعدوا معانا. احنا استفدنا لما عدد صحابنا زاد، وهو وحبايبه استفادوا من القعدة الحلوة. يعني مصلحة لينا احنا الاتنين اهي. او يقول انا ماليش مصلحة في القعدة دي فيقفل الفيديو. واحد بقى اصلا بيحبنا ومصلحته معانا، مش هيفكر، هيقول احمد اخويا بيتكلم وهيفرح باللايك والشير، خدهم اهو. واحد تاني بيكرهني ومزاجه يضايقني، هيقول ايه ده، احمد بيتكلم، ديسلايك، ويتخانق معايا في الكومنتات ويعمل شير يجيب اللي بيكرهوني، عشان هو هينبسط لو انا اتضايقت، ومصلحة ليه لو انا زعلت، وهكذا. المصلحة هي اللي بتبني العلاقة. عشان كده مش عايزك تزعل لو حد بقاله سنين ما كلمكش ولا بيسأل عليك وفجأة كلمك عشان مصلحة، ده طبيعي. وعلى فكرة ده خير جدا ومصلحة ليك انت كمان. خليني اقولك ليه مصلحة دي. لما حد بيتصل بيك عشان مصلحة كده، يبقى ربنا استعملك انت واختارك انت لقضاء حاجات واحد من الناس، ده ثواب جالك اهو وانت قاعد، فدي مصلحة كبيرة ليك. فإياك تزعل من المكالمة دي. هيجي واحد يسأل هو ممكن يكون في علاقة هادية بيني وبين واحد بكرهه؟ أقول له طبعا، لو مصلحتكم واحدة المصلحة هتجمعكم، زي الاتنين الزملاء اللي في مكتب واحد وبيكملوا بعض. لو واحد وقع التاني هيقع، حتى لو بيكرهوا بعض غصب عنهم في الحتة دي هيشتغلوا سوا، وهيكون بينهم علاقة على المصلحة دي ويخلوها تمشي. والأمثلة على كده كتير. سؤال تاني، هل في استثناءات للقاعدة دي؟ هقول لك في واحد: العلاقة مع الله عز وجل هي الاستثناء.
احنا قلنا المصلحة المتبادلة تبني علاقة فيها فايدة للطرفين، لكن مع ربنا عز وجل الأمر مختلف. الاستفادة من العلاقة بتكون من طرف واحد وهو احنا، وربنا بيرزقنا ويعطينا وهو الغني عننا. نعصي ونبعد عن ربنا، وأول ما نزنق نقول يا رب افرجها فيفرجها وهو الغني عننا. نقرب لربنا بالأعمال الصالحة كلها فروض ونوافل عشان احنا عايزين نخش الجنة وهو غني عننا، ومصلحتنا عنده وهو الغني عننا. يبقى نقول آخر مرة واحنا المرة دي فاهمين: المصالح غذاء العلاقات إلا العلاقة مع الله عز وجل. خد النصيحة دي ليك، حطها حلق في ودنك. العلاقات خد وهات، ما تبقاش أناني عشان الناس ما تبعدش عنك. وأسهل حاجة ممكن تقدمها للناس عشان يحبوك إنك ما تبصش للي في إيديهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والإمام الحسن البصري بيقول: لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تنازعهم ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك تخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. حلو الكلام؟ زي الفل. الحمد لله. الكلمتين اللي فاتوا دول كانوا في السريع هدية مني ليك، واعتبرهم عربون محبة. بص بقى يا صديقي، أنا زي أي حد، خدت مصلحتك اديني مصلحتي. عايز تقعد معانا تسمع كلام حلو وتتبسط عشان القعدات اللي جاية أحلى، يبقى تعمل لايك وتتابعني على كل المنصات وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتشغل الجرس عشان كل ما يبقى في قعدة حلوة زي دي تحضر معانا. واشوفك بخير الفيديو الجاي. سلام.